بعض الأوقات كنقولوا حنا قرينا الحياة، تعلمنا من الحياة، ولكن هي بصراحة أكبر خطأ كنرتكبوه وكنظلموا به نفوسنا. وهو وليت كنحس براسي إنسان غبي ملي كنفكر هاد الأفكار أو كنت كنفكر فيها من قبل، لأنه الحياة ما كتقراش. الحياة كتبقى عبارة عن أشياء تمر كيفما كانت، حلوة ولا مرة. على أي السبب اللي خلاني نطرق لهذا الموضوع وبهذه الصيغة، وهو كنت مريح مع واحد السيد الله يجازيه بخير، لخص لي المسألة في واحد السطر ديال الكلمات فقط. من بعد ما حكيت ليه واحد الشركة خدمت معهم وكانوا أصدقاء، كانوا دائما تيقولوا لي غادي نكبروا الشركة ونتهلاو فيك، ولكن من بعد ما شفنا والو. الناس داروا لاباس الله يسهل عليهم، ولكن حتى حنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. ملي حكيت ليه القصة هو يعطيني واحد المثال زوين. قال لي السي حسين، القطار ملي كيبغي توضع في السكة شنو خصو؟ يعني خصو رجال ذوي خبرة باش يوضعوه في السكة، ولكن ملي كيتوضع في السكة راه كيسوقو شخص واحد، وهذاك اللي غادي يسوقو ما غاديش يعقل على دوك اللي داروه معاه في السكة النهار الاول، لانه ما بقاش محتاجهم. وهنا الفاهم يفهم. تحياتي القدس، وهذه